تخيل كده بسبب كرهك لابوك تحاول بعد ما يموت ويسيب لك مدرسة كبيرة جدا وكل اللي فيها متفوقين واغنياء تخربها. ده اللي عمله الشاب اللي في مسلسلنا النهارده، بس يا ترى هيكمل في اللي في دماغه ولا لا؟ ده اللي هنعرفه في ملخص النهارده، ويلا بينا نبدا. بيبدا المسلسل بتاعنا مع طالب مدرسي اسمه بارك، والطالب بارك ده بيكون دلوقتي في مكان للغنى والرقص ومش في باله اي حاجه، وده بسبب انه متدلع من ابوه ومعاه فلوس كتير فمش شايل هم الدنيا يعني. ولكن بيجي له واحد هو وعصابته وبيدخلوا عليه، والراجل اللي بيدخل عليه ده بيكون جاي ومعاه ابنه وبيعرفه انه ضرب ابنه وهو جاي علشان ياخد حق ابنه منه. وبيبص الراجل على وش ابنه وعلى وش بارك، بيلاقي ان ابنه ما لمسش بارك، وده اللي بيضايق الراجل جدا. فبيحاول بارك يفهمه ان ابنه غلطان وان هو اللي شتم فيه الاول وهو مش هيسكت يعني. فالراجل بيكون هيقوم ويضربه، ولكن بارك بيكون خارج من المكان، ولكنه لما بيفتح الباب بيلاقي باقي رجاله العصابه وانه لازم يتخانق حتى لو هيعمل ايه. وفعلا بيبدا القتال، وبنلاقي بارك بقى مش راحم حد فيهم وبينزل فيهم كلهم دعك، وبيكون بارك قوي جدا جدا. وبعد ما بيقدر يخلص على رجاله العصابه بيبص لزعيم العصابه، وزعيم العصابه بيكون شايف انه قوي جدا وهينفعه وبيعرض عليه يشتغل معاه في العصابه وهيديله اي فلوس يحتاجها. ولكن بارك بيقول له انه مش محتاج منه حاجه وانه معاه فلوس توزنه هو وعصابته. وبعد كده بيمشي بارك من المكان، وبنشوفه بقى بيروح للمحامي بتاع والده، والمحامي بتاع والده بيعرفه بقى ان والده توفى. فبيتصدم بارك لانه اصلا كان ليه فتره ما يعرفش حاجه عن والده، وبنحس انه ما بيزعلش يعني على موت والده لانه كان بيكرهه مع ان والده ما كانش حارمه من حاجه. والمهم ان المحامي بيعرفه ان والده كتب في الوصيه بتاعته ان هو اللي هيدير المدرسه بتاعت والده، والمدرسه دي بتكون مدرسه كبيره جدا وانها بتقبل المتفوقين والاغنياء بس، والنظام فيها نظام كويس جدا والكل بيشكر فيها. وبيقول له ان والده قال ان مفيش ورث ليه لو ما مسكش المدرسه دي وخلاها احسن من الاول. ولكننا بقى بنعرف ان حلم بارك زمان كان انه يدخل المدرسه دي، ولكن والده حرمه منها لان المدرسه ما كانتش تناسبه، وده بسبب انه بتاع مشاكل ودايما بيعمل حاجات سيئه، وده الشيء اللي خلى بارك يكره والده. وبارك بيقرر يستغل الفرصه وانه يبوظ المدرسه ويخلي الكل يشتم فيها. وبيقوم بارك من على المكتب علشان يمشي، وبيعرف المحامي انه خلاص موافق على اداره المدرسه دي، وبعدها بيمشي من المكان. وفي تاني يوم في المدرسه دي بقى بنشوف المدرسين وهم قاعدين في انتظار المدير الجديد، وبيكونوا بيحضروا انهم يعني يخلوه يحبهم كلهم، وده علشان يزود لهم الرواتب ويشوف انهم المدرسين المثاليين للمدرسه. وطبعا هم ما بيكونوش عارفين اللي فيها ولا ايه اللي هيحصل في المدرسه. وبعد شويه بيوصل بارك ولكن بيكون لابس لبس مدرسي، وبيروح لاوضه المدرسين وبيسالوه هو مين، وده لانهم اول مره يشوفوه. فبيعرفهم انه طالب جديد في المدرسه وانه لسه منقول. فبتقوم واحده من المدرسين وبتقول له انها توديه للفصل وبالمره توري له كل حته في المدرسه. وبيكون اسم المدرسه دي هين، وبتاخده هين وبتمشي معاه في المدرسه وبتوري له كل الفصول، وبتعرفه ان اليومين دول بس الدنيا متوتره بسبب ان صاحب المدرسه مات وابنه اللي هيبقى رئيس المدرسه وهم مستنيينه يجي. وبتاخده وبتوديه للفصل بتاعه وبتعرف الطلاب عليه، والطلاب بيرحبوا بيه. ولكن بارك بيكون له راي تاني وبيكون عايز انه يعرف الطلاب انه قوي وبتاع مشاكل، وعلشان كده بيكلمهم بحده وبيحاول يخوفهم. ولكن الطلاب بيضحكوا عليه وبيقولوا عليه انهم اخيرا لقوا شخص يضحكهم، وبيكونوا طلاب مالهمش في المشاكل والحاجات دي وكل همهم انهم يجيبوا درجات اعلى من بعض. فبيستغرب بارك من رد فعلهم لانهم حتى المفروض كانوا ردوا عليه بطريقه مش حلوه. ولكن بقى هنا بتقول له الاستاذه هين انه يختار له مكان يقعد فيه، وفي هنا بنت اسمها جين بتقول له ان في مكان جنبها ويقدر يجي يقعد معاها. فبيروح يقعد معاها وبيتكلم معاها بقى، ولكنه اصلا بيكون شايفها بنت مش مسليه وان باين من شكلها انها بتاعت مذاكره وبس. وهنا بيسالها بارك هو مين اكتر شخص ليه شعبيه في المدرسه، فبتساله ليه، فبيعرفها انه عايز يتخانق معاها علشان يثبت للمدرسه كلها انه اقوى واحد فيهم. فبتضحك عليه وعلى كلامه وبتقول له انهم في المدرسه ما بيفكروش بالطريقه الغريبه دي، وبتقول له ان محدش كمان فيهم بيكره التاني علشان يتخانق معاه، وبتقول له انه يخرج الافكار دي من دماغه. فبيفضل بارك يبص حواليه على الطلاب علشان حتى يشوف مين احلى واحد فيهم، وبيلاقي واحد من الطلاب شكله حلو جدا واسمه جون، وبيقول لجين ان ده اللي هيتخانق معاه. فبتقول له ده بس كده، وبتسال جون لو اتخانق قبل كده. فجون بيعرفها ان عمره ما فكر يحل مشاكله بالعنف او يتخانق مع حد، وده اللي بيغيظ بارك جدا. وبيقرر بارك انه يفتعل المشاكل بنفسه، وبيلاقي طالب قدامه اسمه سونج، والطالب سونج ده بقى بيكون جايب له اكل وبيقول له انه يعتبر ده عربون لصحوبيتهم اللي عايزها تبدا يعني. ولكن بارك بيكون متضايق وبيقرر انه يعمل مشكله مع الشاب ده وبيفضل يزعق له ويهزق فيه. فسونج بيفكر ان الحاجه اللي جايبها مش كويسه ولا عاجباه، فبياخدها وبيغيرها وبيديله اندومي. ولكن برضه بارك بيكون متضايق وبيفضل يهزق فيه وبيرمي له الحاجه اللي هو جايبها، وده اللي بيخلي سونج يصعب عليه نفسه وبيعيط لانه بيكون طالب غلبان جدا. وهنا بقى باقي طلاب بيتضايقوا من بارك، وجين بتقول له انه يعتذر له على اللي هو عمله. فبارك ما بيكونش عايز يعتذر وبيقول ان محدش فيهم يطول انه ياخد اعتذاره ولا حد ينول صحوبيته. فهنا بقى بتتضايق جين من كلامه وبتقول له انهم هيتواجهوا على السطح. فهنا بقى بيفرح جدا وبيقول لها انها هي اللي طلبت المواجهه، وكل الطلاب بياخدوهم وبيطلعوا على السطح. ولكن لما بيطلعوا بيتصدم بارك لما بيلاقيهم بيحطوه على الارض وان في مسابقه للاسئله ودي هي المواجهه عندهم. وبيفضل المدرس يقول الاسئله واللي بتجاوب بتكون جين، وبيكون بارك مش فاهم اي حاجه، وفي الاخر يعني بيخسر واللي بتكسب جين. وهنا بيتكلم بارك مع جون وبيسأل
فبيساله هم ليه ما اتخانقوش بالايد، ولكن جون بيقول له ان المدرسه ما فيهاش النظام ده وانهم بيتقاتلوا بطريقتهم الخاصه، والطريقه دي اللي علمها لهم رئيس المدرسه السابق، وان المثقف اكتر والشاطر اكتر هو اللي بيكسب. فالكلام ده بيضايق بارك جدا، ازاي يعني يتقاتلوا بالاسئله؟ وبعد كده بقى بيقابل بارك المحامي بتاع والده وبيعرفوا باللي حصل في المدرسه، وكمان موضوع القتالات بالاسئله ده، وبيعرفوا ان والده هو اللي كان عامل النظام ده، وده علشان يمنع العنف الجسدي وما يخليش اي طالب عنده يتاذى، وده بسبب انه كان بيحب الطلاب جدا وكان حابب يعلمهم باحسن طريقه. وبيعرفوا المحامي ان الشيء ده خلى الناس الاغنياء يقدموا لاولادهم في المدارس دي، فبيتضايق بارك بسبب ان والده ما دخلوش المدرسه دي مع انها بتاعتهم. وبيقوم بارك علشان يمشي ولكنه بيخبط في بنت اسمها لي وبيقول لها تعتذر له احسن ما يمد ايده عليها، وبتعتذر له وبتمشي، وبتكون لي دي غلبانه جدا. وبعد شويه بقى بيجي البارك نفس الطالب اللي اسمه سونج، والمره دي بيكون جايب له اكل كتير وبيقول له انه عايز يكسب صداقته برضه، فبيتضايق بقى بارك منه ولكنه بياخد الحاجه اللي هو جايبها وبيقول له انهم اصحاب وانه يحل عنه بقى. ولكن بيفضل سونج واقف معاه، فبيساله بارك عن جين وبيعرفوا بقى ان جين بنت موهوبه جدا، وده لانها شاطره ومثقفه والمدرسين كلهم بيحبوها وانها رئيسه الفصل بتاعهم كمان. وهنا بيقول له انه مش عايز يعرف المعلومات دي عنها، وبيقول له ايه هي نقط ضعفها. فبيعرفوا سونج ان جين يعتبر ملهاش نقط ضعف وانها بنت موهوبه فعلا في كل حاجه. وبعد كده بقى بيروح بارك الحصه بتاعته ما بيكونش مركز نهائي فيها، ولما الاستاذ بيساله ما بيقدرش يجاوب عليه والطلاب بيضحكوا عليه. وبعد الحصه بيروحوا للاستراحه بتاعه الاكل وبيقعدوا علشان ياكلوا، وبيتصدم بارك ان اكل المدرسه اكل نضيف جدا وغالي، وبيسال الشيف ازاي بيقدموا الاكل ده، وبيدوق الاكل وبيلاقي طعمه حلو جدا جدا، وبيقول له مستحيل ده يكون اكل مدرسه. فبيقول له الشيف ان رئيس المدرسه اللي فات هو اللي كان بيقدم الاكل ده وانه كان بيحب الطلاب جدا علشان كده كان بيجيب لهم افخم انواع الاكل. وبيتضايق بارك جدا وبيكلم مدير المدرسه وبيكون مخلي شخصيته مجهوله، وده علشان مدير المدرسه ما يعرفش هو مين، وبيقول له بارك انه يتعاون مع الجيش ويشيل الاكل الغالي جدا ده من الاستراحه ويخلي الجيش يحط اكل بسيط جدا، وده علشان يقدروا انهم يوفروا فلوس للمدرسه والرواتب تزيد. فطبعا يعني المدير ما بيكدبش خبر، وعلى طول في تاني يوم بنلاقي الجيش موجود ومحضر اكل رديء جدا، والاكل ده ما بيكونش عاجب الطلاب وبيتصدموا لما بيشوفوا انهم هياكلوا الاكل ده. والمسؤول عن الاكل اللي جاي من الجيش بيقول لهم انهم ياكلوا كل الاكل ومش عايز يشوف حاجه متسابه في الاطباق، ولكن الطلاب بيتضايقوا وبيقوموا كلهم يمشوا من الاستراحه. وبنشوف جيم بقى بتروح لاوضه رئيس المدرسه وبتخبط عليه علشان تشتكي له، وبيكون بارك جواها ما بيرضاش يفتح لها طبعا علشان ما تكشفش هويته. وبعد شويه بيبص بارك من الشباك بيلاقي واحده من الطلاب امها بعتت لها شيف علشان يحضر لها الاكل هي واصحابها، والطلاب كلهم بيكونوا مبهورين من الشيف والحاجات اللي هو بيعملها وبيصوروه. وهنا في واحده من البنات بتشوف ليه ورا وبتضايقها بالكلام وبتقول لها تيجي تقف معاهم، ولا هي مكسوفه انها تعرف الطلاب ان والدها راجل فقير وشغال عندهم، وبتقول كده بصوت عالي والكل بيسمع والبنت بتتحرج وبتمشي. ولكن هنا بتتدخل جين وبتقول لها انهم كلهم واحد وما فيهاش حاجه يعني لما يكون والدها شغال عندهم، وبتقول لها جين انها ما تفكرش تتكلم مع ليه بالشكل ده تاني. وبنشوف بقى ليه بعد كده بتطلع على مبنى المدرسه وبتكون هترمي نفسها، ولكن بيوقفها بارك وبيقول لها بدل ما ترمي نفسك وتموتي ايه رايك انهم يدمروا المدرسه دي ويخربوها، وبيعرفها بنفسه وانه الطالب الجديد اللي لسه منقول، وبتوافق على العرض بتاعه وبتنزل من على السور. وهي بتنزل بقى بيشوفوها البنات من تحت وبتطلع جين وصاحباتها يجروا عليها، ولما بيطلعوا بيلاقوا ان بارك انقذها وبيفرحوا جدا وبيسقفوا له. وفي تاني يوم في المدرسه بنلاقي ان الطلاب اللي في فصل بارك بيسقفوا له وبيكونوا فخورين جدا بيه لانه انقذ صاحبتهم، وبيفضل يقول لهم انه ما عملش حاجه ولكن اللي فيهم وبيفضلوا يسقفوا. وبيروح بقى بارك يقعد في الكرسي بتاعه واللي هو جنب جين، وبتكون جين غيرانه منه لانه بالشكل ده بدا ياكل الجو منها. والمهم ان جين بتقول له انها مش فاهمه هو ليه اول ما جه المدرسه هنا وكل حاجه اتغيرت، فبيقول لها بالصدفه مش اكتر. وبعد شويه بتدخل هنا مدرسه جديده بارك هو اللي عينها وبتكون مدرسه التربيه الجديده، وبتدخل المدرسه دي وبتخرج الاستاذه اللي واقفه والحصه بتاعتها بتبدا، وبتعلمهم المدرسه دي بقى ازاي يقدروا يبقوا بلطجيه. وبتبقى الاستاذه دي اصلا باين عليها لسه خارجه من السجن، وجين بنلاحظ انها مش حابه الحصه نهائي ولا حابه الاستاذه وبتكون عايزه تخرج من الحصه. فبارك بيقول لها ان الاستاذه كويسه ومفيش حاجه تستدعي انها تتضايق. وبعد انتهاء الحصه الطلاب بيلاقوا ان صاحب المدرسه الجديد اللي محدش يعرفه اللي هو بارك يعني جاب لهم في المدرسه دي جي وعمل لهم مكان للحفلات والرقص، وده علشان عايز الطلاب يقولوا اسوأ الكلام عن المدرسه. وفعلا ده اللي بيحصل. هو بيشوف بارك على الانترنت التقييمات بتاعه الطلاب للمدرسه وبيتفاجئ بانهم كاتبين اسوأ الكلام وان المدرسه بقت كلها فاشله والنظام بتاعها بقى فاشل. وبيقعد بارك بقى علشان يريح جسمه شويه، ولكن هنا بتجيله ليه وبتقعد علشان تتكلم معاه، وليه بتشكره لانه انقذها قبل كده وخلاها تشوف الحياه بشكل تاني وما تزعلش من اي حاجه تحصل لها. وبيقول لها انه ما عملش حاجه، فبتطلب منه رقمه علشان تبقى تكلمه لو احتاجت اي حاجه، فبيدي لها رقمه وبيعرفها انه ادالها رقمه علشان هي عايزاه مش عشان معجب بيها يعني. وبيكون مفكر نفسه محور الكون بقى يا صديقي وكده، فاهم انت يعني. وبعد ما ليه بتضحك له وبتمشي بنلاقي المحامي وصل وبيقول له انه يجي معاه على المكتب. ولما بيطلعوا المكتب والمحامي بيهزق بارك وبيعرفوا ان عمه قابله، وبيكون عمه عايز يمسك المدرسه وده بالعافيه لانه شايفه مستهتر وبيبوظ النظام بتاعها. وفي القانون لو عمه طلب ان هو اللي يمسك المدرسه
القانون هيوافق طبعا، وده علشان هم لسه ما قدموش الاوراق بشكل رسمي قدام القانون ان هو اللي مالك المدرسه دلوقتي، وحتى لو قدموه والقاضي شايف ان المدرسه بتبوظ بسببه هيخلي المدرسه تحت ايد عمه. وبالليل بقى بنشوف شله اصحاب بيسكروا، والمهم ان واحد منهم بيتكلم وبيقول انه شاف بارك بلبس مدرسي وانه لبس مدرسه الاغنياء، وبيفضلوا يضحكوا عليه، وبيقول له هو رجع للمدرسه تاني والدراسه بعد اخر مشكله كان عاملها عندهم في مدرستهم ولا ايه، وبيقرروا انهم يرخموا عليه. وفي تاني يوم بقى بنشوف بارك وهو ماشي وراجع لبيته، ولكن المجموعه اللي كانوا بيتريقوا عليه ليله امبارح بيطلعوا له وبيكونوا عايزين يضربوه ويفضلوا انهم يضايقوه، وبارك ما بيكونش عايز يضربهم، وده علشان خاطر ان جين والشله بتاعتها معديين، ولو شافوه بيضرب حد طبعا سمعته هتبقى في الارض، وده اللي بيخليه يسكت. وهنا جين بتعدي هي والشله بتاعتها وبيشوفوا اللي بيحصل، وبتلاقي جين ان الشباب دول بيضايقوا بارك، فبتحذرهم انهم يبعدوا عنه، ولكن الشباب دول بيتريقوا عليها وبيحاولوا انهم يلمسوها. ولكن هنا جين بقى بتتحول وبتضربهم، والباقي بيخاف وبيطلع يجري، وبيتصدم بارك من اللي هي عملته، وما بيكونش مستوعب ازاي هي ماهره كده في القتال. وهنا صاحبتها بتقول له ان جين كانت بطله كوريا في الفنون القتاليه ولكنها اعتزلت، وبتصدم بارك انه كان عايز يتقاتل معاها وبيقول في سره ان ربنا بيحبه انه ما خلاهاش تضربه. وفي اليوم التاني بقى بنشوف بارك وهو رايح للمدرسه، وبتقابله جين وبتساله هو مخبي عنهم ايه، وهي شاكه بقى ان هو كان ضعيف في المدرسه بتاعته القديمه، وان الطلاب كانوا بيتنمروا عليه بسبب انها عرفت ان اللي كانوا بيتخانقوا معاهم ليله امبارح كانوا زمايله اصلا. وبتقول له قول يعني لو كانوا بيتنمروا عليك ما تقلقش، هي هتقف جنبه وهتعلمه حبه من الفنون القتاليه. ما بيكونش بارك عارف يرد عليها ويقول لها ايه، فبيسكت يعني. وبعد كده بقى بيطلعوا للحصص بتاعتهم، وبيكون بارك قاعد في الحصه ومش مركز في اي حاجه نهائي، وبيفضل على الحال ده في كل الحصص، وده اللي بيخلي المدرسين يتضايقوا منه وبيكونوا شايفينه انه مش عايز يتعلم ومستواه في النازل وما بيطلعش نهائي. وكذا حد من المدرسين قالوا له يذاكر، وجين بقى بتقرر انها تتطوع بسبب ان هي رئيسه الفصل، وبتقول له انها تذاكر له بطريقه مختلفه، وبتاخده للاوضه اللي بيغنوا فيها، وبتفضل بقى تغني له الدروس علشان يفهمها بالطريقه اللي هو بيحبها. ولكن بيستغرب بارك من اللي هي بتعمله ده وما بيفهمش اي حاجه برضه. وبعد كده بيقرر انه يروح للمحامي ويشتكي له انه ما بقاش قادر يكمل في المدرسه دي، وانه عايز يسيبها ويمشي بسبب ان المدرسين عايزينه يذاكر وهو عارف انه ملوش في المذاكره والكلام ده. فالمحامي بيحاول انه يهديه علشان يفضل في المدرسه، ولكن بيكون بارك متعصب وبيكون ماشي من المكان. ولكن وهو ماشي بيلاقي عمه في وشه، وعمه بيلاقي ان بارك لابس لبس المدرسه وبيتفاجئ وبيقول له غريبه يعني، مع ان المدرسه دي ولا مستواك ولا انت شبه الناس اللي فيها. وده اللي بيضايق بارك، وبيقول له مش شبههم في ايه يعني. وبيعرفوا بارك ان مفيش حد احسن منه وانه احسن من كل اللي في المدرسه، وعمه بيمسك فيه والاتنين كانوا هيتخانقوا، ولكن المحامي بيهديهم وبيمشي بارك من المكان. وفي الليل كان بيتمشى مع نفسه وبيفتكر في اليوم اللي والده طرده فيه من المدرسه بسبب ان والده شافه بيضرب واحد صاحبه بطريقه عنيفه جدا، وده اللي ادى لطرده وكرهه لوالده. وفي اللحظه دي بقى بتشوف جين بارك وهو واقف تحت المطر من غير شمسيه، فبتخليه يقف معاها تحت بتاعتها، وبيتكلموا بقى وبتساله ايه اللي جايبه هنا، فبيعرفها انه كان بيتمشى. وهنا بتفكره انه متضايق من كلامها بتاع الصبح بسبب انها قالت له على الطلاب اللي بيتنمروا عليه، وبتقول له هو ده الشيء اللي مخليك ماشي لحد دلوقتي في الشارع. فبيقول لها ان ما حدش يقدر يتنمر عليه، وبيتخانق معاها وبيمشي. ولكن في تاني يوم لما بيروح المدرسه بنشوفه قاعد جنبها وبيفضل مركز عليها وباصص عليها بطريقه كلها عفويه ومحبه. وهنا بقى بنفهم انه بقى بيحبها. وبعد ما بتخلص كتابه بيسالها هي حلمها لما تتخرج من الجامعه تبقى ايه، فبتقول له انها عايزه تتخرج وتبقى دكتوره، وبيستغرب ان في حد بيذاكر عشان كده، وبيكون شايف ان مهنه الطب ملهاش 30 عازه بالنسبه له. وفي اللحظه دي بيجي جون وبيقول ليه ان مدير المدرسه بيجمع كل رؤساء الفصول، وده علشان الطلاب كلهم متجمعين لان صاحب المدرسه هيظهر، وبيروحوا علشان يستنوا صاحب المدرسه يجي. وكلهم بيكونوا بيفكروا بقى هو شكله عامل ازاي، في منهم اللي بيقول انه اكيد راجل عجوز يعني وكبير في السن، والاغلبيه بتكون متفقه مع الراي ده. ولكن هنا بيتكلم بارك وبيقول اشمعنى ما يكونش مثلا شاب، هو مش عايز يظهر نفسه قدامهم دلوقتي، ولكنهم كلهم بيضحكوا عليه وبيقولوا له يسكت لان بكلامه ده محسسهم انه يعرف صاحب المدرسه. وعلى العموم كلهم بيفضلوا يتوقعوا، وفي الاخر بارك ما بيظهر لهمش نفسه برضه. وبنروح بقى لمكتب المدير وبنلاقي اب وام في المدرسه جايين وبيشتكوا بسبب الاهمال الكبير اللي حاصل في نظام المدرسه، وبيقولوا انهم بيدفعوا فلوس علشان اولادهم يتعلموا مش عشان يطلعوا فاشلين. وبيجي هنا عم بارك وبيحل المشكله دي وبيعتذر لهم، وبيعرفوا ان المشكله دي هتتحل واللي بيحصل في المدرسه ده هينتهي. وبعد كده بيمشوا بقى، وبنروح بقى للي اللي بتكون قاعده مع نفسها، وبتجيلها البنت اللي قالت على والدها شغال عندهم قبل كده، وبيكون قاعد مع البنت دي الشله بتاعتها، ودول بقى البنات المتنمره بتوع المدرسه، وبيمسكوا ليه بقى وبيفضلوا يرخموا عليها، وبيفتحوا الشنطه بتاعتها وبيدلقوا الحاجات بتاعتها وبيكسروا كل الميك اب اللي معاها، وبتحزن ليه جدا على حاجتها. وفي اللحظه دي كان بارك معدي وشاف اللي بيحصل ده، وبيدخل على البنات دي وبيخوفهم كلهم، وبيعرفوا من اللي هيقرب ليه تاني هيزعله. ولكن بترد عليه بنت منهم اسمها يانا، وبتقول له هو مين علشان يتكلم معاهم كده، ما تعرفش انا بقى بنت مين؟ فبيقول لها انه مش محتاج يعرف وما يهمهوش هي بنت مين. وبعد كده بياخد بارك ليه من المكان ده وبيمشوا. وبعد ما خلصوا مدرستهم بنشوف بارك اخد ليه وراح يجيب لها ميك اب بدل بتاعها اللي البنات بوظوه، وفعلا بيروحوا للمحل وبيشتري لها كل اللي هي عايزاه علشان تبقى مبسوطه. وبنشوف بقى ان جيم مع
معديه هي وجون من جنب المحل اللي هم جواه، وبتشوفهم جين وبتبقى متضايقه جدا وبتبدا انها تحس انها غيرانه على بارك، وبتحس انها بدات انها تحبه وبتستغرب مشاعرها، وبتكمل في الطريق مع جون، وبيفضل جون يعاكسها وبيقول لها كلام حلو ولكنها ما بتبقاش مهتمه بيه خالص، وكل اللي شاغل دماغها بارك. وفي مكان تاني بقى بنشوف عم بارك عازم المدرسين اللي في المدرسه في مكان بره وبيشربوا سوا، وما بنعرفش هما بيتكلموا مع بعض في ايه، والظاهر ان عم بارك بيتفق معاهم على حاجه مش تمام من ناحيه بارك. وفي تاني يوم بقى بنشوف ان بارك سقط في الامتحان، وبسبب كده بيكون متضايق جدا، وجين بتقول له انها ممكن تذاكر له، ولكن بارك ما بيكونش عايز يذاكر نهائي، وبيقول لها تطلع من دماغها فكره انه ممكن يذاكر لان الفكره دي مستحيله، وبيقرر انه يبقى مختلف عن الطلاب، وبيغير حصه البرمجه وبيخلي المدرسه تشرح حاجه عن لعبه معينه، وبسبب كده بقى هو بيكون اكتر واحد متفوق في الماده دي بسبب انه بيشرح لعبه فاهمها، وبسبب انه بينجح اخيرا في حاجه بيقرر انه يعزم اصحابه على الاكل في مطعم والدة جين، وبيسال والدة جين عن سر وصفه الاكل ولكنها ما بترضاش تقول له وبتهزر معاه، وبيفضل يشكر في الاكل جدا وبيكون الاكل عاجبه بطريقه جنونيه. وفي اليوم التاني بنشوف المحامي بياخد بارك من بيته وبيوديه لبيت جين، وده علشان يشرح لهم الدرس، وفعلا المحامي هو اللي بيقعد وبيذاكر لهم الدروس بتاعتهم، وبيستغرب بارك ان المحامي هو اللي بيذاكر لهم، وبيكون بقى مستغرب هي جين تعرف المحامي منين. وبعد ما المحامي ما بيخلص الحصه دي بياخد بعضه وبيمشي، فبيسال بارك جين هي تعرف المحامي ده منين، فبتقول انه صاحب المدرسه القديم هو اللي عرفها بالمحامي ده، وان صاحب المدرسه بعد ما عرف انها داخله المدرسه بمنحه دراسيه وظروف عيلتها على القد قرر يخلي المحامي يديلها دروس مجانيه علشان يساعدها، وبتفضل تشكر في صاحب المدرسه القديم، وده اللي بيضايق بارك، وده علشان هو بيكره ابوه زي ما احنا عارفين يعني، وبيقول لها ان مش لازم علشان شخص عمل معاها جميل تفضل تشكر فيه، وبيقول لها ان صاحب المدرسه القديم ده كان راجل زفت وكان لابس لهم قناع طيبه مش اكتر، فبتستغرب هو ليه بيتكلم كده عن حد ما يعرفوش ولا عمره اتعامل معاه، وهنا هو ما بيعرفش يرد عليها نهائي وبيسيبها وبيمشي. وفي اليوم اللي بعده بقى بنشوفهم هم في المدرسه مع بعض في المكتبه، وبيقول لجين انه مش عارف يركز ولا عارف يقرا اي حاجه، فبتكون عايزه تفهمه وبتحاول تشرح له اكتر من درس ولكنه ولا هنا ولا معانا اصلا، وبسبب كده هي كمان بتفقد تركيزها وبتقرر تتكلم معاه بخصوص علاقته هو وليه، وبتساله لو هم مرتبطين، فبيقول لها لا وانهم مجرد اصحاب عادي يعني، وده اللي بيبسطها جدا. وبيكون جون معدي وبيشوفهم قاعدين مع بعض فبيشك ان علاقتهم اتطورت وبقوا بيحبوا بعض، وعلشان كده بقى بياخد بارك وبيروح يلعب معاه كرة سلة، وبعد ما بيخلصوا الماتش اللي ما بينهم ده بيقعدوا سوا، فبيتكلم جون معاه بخصوص جين وبيساله لو هم بقوا دلوقتي في علاقة، فبيقول له بارك ايه اللي هو بيقوله ده وانهم مجرد اصدقاء مش اكتر وما فيش ما بينهم حاجة، وهي علشان رئيسة الفصل فالمسؤولة عنه عادي. فبيقول له جون بقى ان حس كده فهو بيحبها جدا وبيكون عايز يعرفها بحبه ده، فبيقول له بارك انه يستنى الوقت المناسب. وفي تاني يوم بقى بنشوف ان بارك راح للمدرسة وبنشوفه قاعد مع نفسه وماسك الموبايل بتاعه وبيقلب في تطبيق من تطبيقات السوشيال ميديا لحد ما فجأة بتظهر له صورة لجين، وبيفضل يتفرج عليها وهو حاسس بمشاعر من ناحيتها وبيكون حاسس انه بيحبها وعايز يطور العلاقة معاها، ولكن في نفس الوقت متردد. وفي اللحظة دي بيلاقي ليه جاي عليه فبيخبي على طول الموبايل، ولكن الموبايل بيقع منه وبيجيبوا سوا، وهنا بتشوف صورة جين على الموبايل وبتعرف انه بيحبها، فبتقول له انه عادي لما يحبها بس ياخد باله بسبب ان المدرسة كلها بيحبوها وانه ما يتمداش في حبها مش اكتر ولا اقل. وبتعدي فترة بقى على الموقف ده وبنشوف ان جين بتذاكر لبارك وبتقدر تخلي مستواه كويس جدا في الدراسة. وفي يوم الامتحان بقى بنشوف ان بارك بيحل الامتحان، ولكن في وقت الامتحان بقى وهو شغال المفروض ان يعني جين هي كمان بتمتحن، ولكن بيحصل لها حاجة غريبة مرة واحدة وبيغمى عليها وبينقلها بارك للمستشفى بسرعة، تفضل مغمى عليها لحد بالليل والامتحان بالشكل ده كده بيروح عليها، ولما بتصحى بتلاقي والدتها وبارك جنبها وبيعرفوها باللي حصل وانها سقطت في الامتحان بسبب النغمة عليها، وبتحزن جدا لان بالشكل ده هي ممكن ما تتخرجش من المدرسة الثانوي، وبتبقى زعلانة جدا لان تعبها راح. ولما بتطلع درجات الامتحان بنشوف ان يانا هي اول واحدة على المدرسة، ويانا دي البنت المتنمرة لو نسيتها يا صديقي، وبتفضل يانا تغيظ في كل زمايلها علشان هي اللي طلعت الاولى. وبعد كده بقى بنشوفها متجمعة هي واصحابها وعاملين حفلة وبيضحكوا على اللي حصل في جين، وبيقرروا بقى انهم يطلبوا اكل من مطعم والدة جين، وده علشان هم عارفين ان اللي هتوصل الاكل جين، وبنعرف ان جين بقى خرجت فعلا من المستشفى وهي اللي بتوصل الاوردرات، وبنشوفها بتاخد الاوردر من والدتها وبتروح علشان توصله، ولكنها لما بتدخل عليهم بتفضل يانا تغيظ فيها وتوصفها بالفشله، فما بتستحملش جين نهائي اللي بيتقال لها وبتكون ماشيه، ولكنها بتتفاجئ بان جون جاي المكان ده عندهم فبتتضايق منه اكتر وبتفهم انه جاي علشان يقعد معاهم، وبتمشي جين من المكان دوت وبتروح تقعد لوحدها، وبيعرف بارك بمكانها وبيروح لها وبيسالها مالها، فبتنهار وبتعرفه انها حزينه بسبب ان الامتحان راح عليها وان دلوقتي كله شايفها انها بقت فاشله وممكن تعيد السنه، ولكن بارك بيطمنها انها تمتحن تاني وما تقلقش، وبتتصل والدة جين عليها وبتسالها هي فين، فبتعرفها انها قاعده مع بارك وهتيجي كمان شويه، وبتقفل السكه مع امها. وفي تاني يوم بقى بنشوف بارك بيروح للمدير بتاع المدرسه على اساس انه طالب عادي وبيطلب باعاده الامتحان، وده بسبب اللي حصل لجين، وبيقول له او حتى على الاقل يمتحنوا جين تاني، ولكن بيكون المدير مش عايز يمتحن جين تاني لسبب معين، وبيطلع ان في حاجات غريبه حصلت، وبيقرر بقى بارك انه يدور في الموضوع بسبب توتر وخوف المدير انه يعيد الامتحان، وبيخلي المحامي بتاعه يراجع له الكاميرات اللي في الفصل
الفصل بتاعه، والمحامي بيجيب له الكاميرات وبيرجعها بارك، وبيقدر انه يلاقي ان الاستاذ بتاعهم حط الجين في الميه بتاعتها منوم، وبيقول له المحامي انه ما يعملش حاجه بالفيديو ده لانه لو فكر ينشره المدرسه سمعتها هتبقى في الارض، فبيقول له بارك ما يقلقش. وبنشوف بارك في اليوم التاني بقى بيروح يجيب المدرس كده وبيساله هو عمل ليه كده في جين، فالمدرس بياخده وبيطلعوا على السطح وبيطلب بارك منه اجابه على السؤال بتاعه، ولكن المدرس بيكون مش عارف يرد يقول ايه، وبيحاول المدرس انه يخنق بارك ويخلص عليه، ولكن بارك بيضربه بالدماغ، وهنا المدرس بيبعد عنه وبيفضل المدرس يشتم فيه ويهين فيه، وبيقول له بارك ان مهما كان غرضه ايه ما كانش ينفع يعمل كده في بنت من الطلاب اللي عنده، ولكن المدرس ما بيكونش فاهم حاجه زي كده. والمهم ان في اللحظه دي بنشوف بنتين طلعوا على السطح وبيشوف اللي بيحصل للمدرس، فالمدير بيجيب المدرس وبارك وبيهزق بارك، والمدرس ما بيكونش عارف يرد ويقول ايه علشان هو اللي غلطان طبعا، ولكن بارك ما بيسكتش وبيعرف المدير باللي المدرس عمله، وبيقول له ان الامتحان لو ما اتعادش ففضيحتهم هتبقى في كل حته، وهو مش هيسكت غير لما حق جين يرجع. وبيجي خارج من المكتب بيلاقي عمه وصل للمكان، ولما عمه بيشوفه ويعرف اللي عمله بيضربه بالقلم على وشه، فهنا بيتعصب بارك عليه جدا وبيقول له انه ما يفكرش يحط ايده عليه مره تانية علشان ما يقطعهالهوش، والاحسن يتفادى شره علشان هو مش هيسكت له المره الجايه، وبيمشي بارك من عندهم. وبنعرف بقى كل حاجه هنا وان اللي حصل لجين ده كان بسبب عم بارك اصلا، وعم بارك بيكون شخص شراني جدا لدرجه انه مش عايز واحده فقيره زي جين هي اللي تفضل الاولى على المدرسه كل شويه، وعلشان كده قرر يسقطها ويخلي اغنى واحده في المدرسه هي الاولى، وانه تعاون مع المدرسين في الحاجه دي، والمدرس خد فلوسه ولكنه كان خايف احسن ما يتفضح وحد يعرف باللي عمله ده، ولكن عم بارك بيطمنه وبيقول له ما يقلقش وانه يعمل اللي اتفقوا عليه. ودي كانت كل القصه. وبنعرف بقى ان المدرس انفصل عن المدرسه وساب الشغل بعد ما المدير عرف اللي حصل، وبعد كده بقى بيطلع قرار بان الامتحان هيتعاد من تاني، ولكن يانا بتتضايق جدا وبتتخانق مع جين بسبب ان الامتحان هيتعاد وممكن ما تبقاش الاولى، فبتقول لها جين المفروض تبقى واثقه في نفسها اكتر من كده علشان لما تيجي تبقى التانية على المدرسه قدامها ما تعيطش، والكلام ده بيضايق يانا جدا، ويانا بتهينها حرفيا وده اللي بيضايقها. وبنشوفها وهي ماشيه ومروحه لبيتها وبيحاول بارك انه يتكلم معاها ولكنها ما بتقدرش ترد عليه، وهنا ليه بتيجي وبتتكلم معاه حبه وبتقول له انها عايزاه يمشي معاها النهارده، فبيوافق انه يمشي معاها ويوصلها. وفي اليوم التاني في المدرسه بقى في مدرسه من المدرسين بتكتشف ان المدرس انتحر، وده اللي بيصير الفوضى في المدرسه وكله بيخاف والامور بتهدى وكل واحد بيرجع على فصل، وبيرجع بارك هو كمان على فصل. ولكن بعد شويه الشرطه والمحققين بيوصلوا والمحقق بيطلب انه يتكلم مع بارك، وبيروح له بارك وبيطلب منه المحقق يقول له ايه الموضوع الاخير اللي كان ما بينه هو والمدرس، وبيقرر بقى بارك انه يحكي له كل حاجه وبيوري له الفيديو بتاع المنوم، ولكن هنا لقطه ان المدرس بيحط المنوم ما بتجيش، وبكده يبقى بقى التهمه بتبقى على بارك بسبب انه خوف المدرس لدرجه ان المدرس انتحر، ودي بالشكل ده جريمه ابتزاز وترهيب. والمدرسه كلها بيعرفوا ان بارك بقى مشتبه اول في القضيه، واصحابه بيقعدوا وبيتكلموا على اللي حصل له، وواحده منهم بتقول لهم على اللي بارك كان بيعمله في مدرسته القديمه وانها قدرت تكتشف حاجات كتيره عنه، واولهم انه بيحب العنف اصلا واتطرد في مدرسته بسبب ان ضرب شخص ضعيف جدا سبب ان زميله اللي بيضربه ده دخل في غيبوبه، وبيقرروا انهم ما يحكموش عليه دلوقتي. وفي الليل بقى وهو بارك نايم في البيت بتاعه بنشوف ان في عصابه بتراقب بيته وبيستنوا الوقت المناسب لحد ما بيهجموا على البيت، وبيضربوا بارك وهو نايم ضرب عنيف جدا وبيخطفوه معاهم في العربيه، وبيكون بارك مغمى عليه والعصابه بيلاقوه ما بيتحركش ولا بيعمل اي حاجه وبيكتفوا بضربه وبيقرروا انهم يرموه في الشارع، ولما بيرموه بيفوق بارك وبيتصل على جين علشان تلحقه، ولما بيصحى بيلاقي جين قدامه وبيكون في المستشفى وبيسالها ايه اللي جابه هنا، فبتعرفوا باللي حصل له وان هو اللي اتصل عليها وطلب مساعدتها وهي جات له على طول، وبتاخده بقى وبيروحوا للبيت عندها وبيكون المحامي موجود وقاعد معاه، ووالده جين كمان بتبقى قاعده معاه، وما بيكونش بارك عايز يرجع لبيته علشان البيت ما بقاش امان وبيقرر انه يقعد في فندق، ولكن هنا والده جين بتتعصب عليه وبتقول له ان بيتها موجود وانه مش هيمشي من هنا، وبتقول له يقوم يغير هدومه، وبيقرر انه يقعد عند والده جين فعلا وبيغير هدومه وبيجهزوا له الاوضه اللي هينام فيها، وفعلا بيدخل وبينام، وبعد ما بينام بيصحى تاني يوم على الفطار اللي هم عاملينه وبيكونوا كلهم مبسوطين، وبعد ما بارك بيفطر بيروح المدرسه علشان بيكون عنده امتحان، ولكن هنا بنلاقي ان عمه ظهر له وبيقول له انه كان متاكد ان هو مش هيجي ولكنه اثبت له العكس، فبارك بيقول له مش هيجي ليه، وبيعرفه ان اللي في دماغه دلوقتي بقى التعليم وبس، وان اهم حاجه عنده انه يتعلم وياخد درجات كويسه، وبيسيب بارك عمه وبيدخل للفصل علشان يمتحن، وزمايله بيسلموا عليه وبيكونوا عرفوا اللي حصل له لما دخل للمستشفى وبيطمنوا عليه، ولكن محدش بيكون عارف انه بايت في بيت جين. وبعد ما بتيجي جين بقى بيبدا الامتحان وكلهم بيحلوا ودرجاتهم بتكون كويسه جدا، وبيكون بارك فرحان هو وجين جدا وبيفضلوا يتكلموا، وبنشوف جون بيبص عليهم نظره غيره من بارك لانه بيكون مفكر انهم ارتبطوا
بيرتبطوا من وراه، وبيتعصب وبيطلع على السطح، وبتجيله يانا وبتحاول انها تولعه عليهم وتقول له ما ينفعش اللي بيحصل ده وهو موجود كده يعني، وبتقول له ازاي بارك يجي وياخد مكانه كده في غمضة عين، وبتفضل تسخنه عليه بقى وبتقول له ان من اول ما بارك جه وجين دايبه في هواه ونسياك انت. ولكن جون ما بيسخنش برضه وبيتاثر بكلامها وبيقرر انه ما يتكلمش. وفي الليل بقى بنشوف بارك بيروح عند واحد صاحبه والده هو رئيس العصابه اللي هجموا عليه في البيت عنده، وبارك بقى بيمسك الشاب ده وبيهزقه حرفيا وبيقول له هو ليه والده بعت له رجاله العصابه يضربوه، ولكن الشاب بيكون خايف وما بيكونش عنده رد يقوله له، فبيفضل بارك يخوفه لحد ما الشاب ده بيقول له ان عمه كان عند والده واكيد عمه هو السبب. وهنا بقى بارك بيقتنع شويه ان عمه ممكن يكون هو فعلا السبب ورا اذيته، والكلام هنا بيقنعه جدا وبيقرر انه يرجع حقه من عمه بس مش دلوقتي. وبنشوف بارك بيروح للبيت عند جين ووالدتها، ولما بيفتح الباب بيلاقيهم عاملين له مفاجاه وبيطلعوا انهم عاملين له عيد ميلاده، وبيكونوا جايبين له تورته وبيفرحوه جدا وبيطلبوا منه يطفي الشموع وبيطفيها فعلا وهو فرحان ولكنه ما بيتمناش امنيه، وبيقرر انه يدخل الاوضه ويقفل عليه بقى وبيحزن لما بيفتكر والدته وابوه، وبنعرف ان اهله في الماضي ما حدش كان مهتم بيه ولا حد كان بيحتفل بعيد ميلاده، ومفيش غير المحامي هو اللي كان بيقف جنبه دايما، ووالده كان عايش وكانه مش عايش. وفي يوم اتمنى ان والدته تحتفل معاه بعيد ميلاده، ولما اتمنى الامنيه دي في السنه اللي بعدها والدته ماتت في يوم عيد ميلاده، وبسبب كده بقى بارك ما بقاش بيحتفل بعيد ميلاده نهائي، وبيفضل يعيط على والدته لحد ما بتدخل جين عليه وبتشوفه وهو بيعيط وبيقول لها انه ما بيعيطش ولا حاجه وانه بس افتكر حاجه كانت مزعلاه مش اكتر، فبتحاول تعرف منه ايه هي الحاجه اللي مضايقاه بالشكل ده، فبيقول لها ان والدته ماتت في يوم عيد ميلاده وعلشان كده هو ما بيحتفلش بعيد ميلاده خالص، فبتكون متفهماه وبتعتذر له وبتخرج من الاوضه، وبيفضل بقى بارك زي ما هو. وفي تاني يوم في المدرسه الجميله بقى بنشوف الطلاب متجمعين على خبر جديد، والخبر ده بيكون ازاله رئيس مجلس الاداره اللي هو بارك من منصبه، وده بسبب ان محدش يعرف شخصيته وكمان بسبب عدم ظهوره، وبنشوف ان اللي عمل كده هو عم بارك وهو كان السبب في اللي بيحصل ده كله علشان يقدر هو اللي يمسك اداره المدرسه، وبارك بيتضايق جدا والطلاب بيزعلوا على رئيس مجلس الاداره القديم اللي عمرهم ما شافوه اصلا، ولكنهم بيقولوا انه كان باين عليه شخص طيب جدا وانه كان بيحاول يجيب لهم حاجات تبعد عنهم الملل وكان بيعافر معاهم، ولكن في برضه نص من الطلاب بيكونوا فرحانين انهم طردوه لانه بوظ المدرسه. وفي وقت تاني بقى بنشوف الطلاب هم قاعدين في الفصل بتاعهم وبيلاقوا صوت موتوسيكل عالي جدا ماشي في المدرسه، ولما بيبصوا من الشباك بيلاقوا طالب جديد ولسه هو كمان منقول للمدرسه زي بارك، وبيطلع الطالب الجديد ده للمدرسه، وبنشوف المدرسه برضه بتوري له المدرسه وبتاخده للفصل عند الطلاب وبتعرفهم بيه. وهنا الطالب ده بقى بيكون اسمه سوك، وسوك بيبعد المدرسه وبيحاول يعمل زي اللي كان بيعمله بارك اول يوم جه في المدرسه، وكان عاوز يثبت شخصيته على الطلاب ويعرفهم انه قوي بقى وكده، ولكن الطلاب بيضحكوا عليه زي ما عملوا مع بارك وبيقولوا له يقعد. والمدرسه بتتكلم وبتقول لهم انهم يحاولوا يخلوا سيوك ده ينتظم بنظام مدرستهم ويعرفوا كل حاجه زي ما كل واحد فيهم جه في اول يوم فيه وما كانش عارف اي حاجه، واهم حاجه يعرفوا ان المدرسه ممنوع فيها العنف. وبعد بقى ما الحصه بتخلص بنلاقي سيوك قاعد في الحمام وبيكون بيشرب سجاير، فبيسالوا بارك هو ايه اللي جابه للمدرسه دي، فبيقول له سيوك انه ما كانش عايز يفضل في مدرسته القديمه وعلشان كده نقل، وبيقول له بارك انه ما يولعش السجاير في المدرسه، فسيوك بيقول له انه ما كانش يعرف انها ممنوعه وبيرميها. وبعد كده بقى كيم بيقرر انه يروح يجيب هديه لجين من محل مستحضرات تجميل بناتي، فبيروح المحل وبنشوفه بيمسك روج وبيقرر انه يشتريه لجين لانها بتحب اللون ده، وفي اللحظه دي ليه بتظهر في المكان وما بتكونش لابسه نظاره، وبيتفاجئ بارك لما بيشوفها من غير نظاره لانها بتبقى حلوه جدا وبيحس انها فعلا جميله وبتشكره على كل حاجه هو عملها ليها، وبتعرفه ان بسببه دلوقتي هي فتحت قناه يوتيوب، والقناه دي محتواها للميك اب ومستحضرات التجميل، والقناه بتعرفه انها كبرت جدا والناس بقوا بيحبوها، وبتساله بقى هو جاي هنا يعمل ايه، فبتشوف معاه الروج وبيعرفها انه جايبه لجين لانها بتحبه، فبتعرفه فعلا انها بتحب اللون ده وهتفرح بالهديه دي جدا، ولكن جين بتقرر انها تنبهه وبتقول له انها مرتبطه بجون، وده عشان ما يتعشمش جامد قوي يعني ويقع في حبها اكتر ما هو واقع، ولكنه بياخد الصدمه بقى هنا وما بيقدرش انه يتكلم وبيكون زعلان جدا، ولكن ما بيبينش ليه اي حاجه، وبيقول لها انه ماشي وبيرجع للبيت وبيسال والده جين عنها، فبتقول له انها خارجه هي وجون، وبيسالها ازاي يعني خارجه هي وجون، فبتعرفه ان صديقها عادي وانها قالت لها انها تعبانه بسبب الامتحانات وعشان كده خرجتها تغير جو وانها عايزه بنتها تبقى مبسوطه دايما، فبيقرر انه يسكت ويفضل مستنيها لحد ما تيجي، وبيفضل مستني كتير جدا وبيستنى تاني اكتر ولكنها بتتاخر جدا، وبيقول لامها انها اتاخرت جدا وبيتخانق معاها علشان سايبه بنتها مع شاب لحد دلوقتي، ولكن امها بتتعصب عليه وبتقول له انه لما يجيب بنت او ولد مش هيفكر في حاجه غير انه يخليهم سعداء وما يعكننش عليهم. وبعد شويه بقى بترجع جين للبيت وبتقعد معاهم وبتعرفهم انها اتبسطت جدا النهارده والخروجه عجبتها جدا جدا، وبتفضل تحكي لهم على كل حاجه حصلت، وهنا بارك بيكون ماسك نفسه بالعافيه وبيكون متضايق علشان هي اتبسطت مع حد غيره وانها كمان بتحب حد غيره اصلا، وبيعدي اليوم بقى وفي يوم اللي بعده بنشوف بارك وجين في المدرسه وبيفضل بارك يتكلم معاها وبيفضل يمشي وراها علشان يستجمع قوته ويدي لها الروج، ولكن هو ما بيكونش عارف وبيكون خايف جدا من رد فعلها، وفي اللحظه دي بيجي جون وبيكون معاه قلم روج
زي اللي مع بارك وبيديه لجين، وجين بتفرح جدا لما بتاخد قلم الروج ده وبتشكره جدا لانها كانت اصلا محتاجه الدرجه دي، فبيتضايق بارك جدا من نفسه لانه ما اداهاش الروج، وبيكون حزين لانها خدت بتاع جون وما فكرتش هو كان عايز يكلمها في ايه اصلا، وبيروح يقعد مع نفسه وسونج بيجي وبيقعد معاه وبيلاقي سونج الروج اللي هو جايبه، وبيساله هو جايب روج لمين ولا مين البنت اللي حبها ووقع في حبها بالسرعه دي، وما بيقدرش بارك انه يرد عليه. واما مع جين بقى بنشوف المدير بيطلب انها تجيله المكتب، ولما بتروح له المكتب بتتفاجئ بان ليه موجوده وبتكون بتعيط، والمدير بيعرفها ان متقدم عليها شكوى من ليه، وليه قالت ان جين بتتنمر عليها وبتضربها وكل ما بتشوفها بتعتدي عليها بالضرب، وانها مش قادره تستحمل حاجه زي دي، وانها فضلت ساكته لها كتير، ولكن لازم يحط حدود للي بيحصل ده. والمدير طبعا يعني بيقف مع ليه علشان شايف انها صادقه، وبتبقى جين مصدومه من اللي بيحصل ده ومش فاهمه ليه بتعمل كده، مع انهم هما الاتنين اصدقاء جدا ومفيش ما بينهم اي حاجه ولا حتى حصل اللي هي بتقول عليه ده. ولكن في الاخر جين ما بتقدرش تاخد لا حق ولا باطل قدامها، وبتفضل ليه مصره على رايها، وبتطرد جين من المدرسه وبتاخد بعضها وبتمشي، وبنشوف ليه واقفه وبتجيلها يانا وبتقول لها انها كده عملت اللي عليها وان بقى هي بقى تعمل اللي عليها، وبنفهم ان اللي حصل لجين ده بسبب يانا، وان يانا هي اللي خلت ليه تعمل كده علشان يانا ما تتنمرش عليها كل ما تشوفها، وليه طبعا خافت منها هي واصحابها وعلشان كده قررت تعمل اللي اتطلب منها. وبارك بيعرف اللي حصل لصاحبته جين وبيتضايق جدا وبيروح لليه وبيهزقها وبيقول لها ليه عملتي كده في جين، وهم كلهم متاكدين وعارفين ان جين ما يصدرش حاجه منها زي كده، وبيوصفها بارك انها منافقه وكدابه وبتخاف على نفسها بس، وانها بالشكل ده كده انانيه، والكلام ده بيضايقها جدا، وبتقول له انه ما يتدخلش في اللي ملوش فيه، وبتقول له انها كانت مضطره وان حصلت مشاكل كتيره جدا وعشان كده هي اضطرت تقول كده، وبيقول لها ان ده مش مبرر، لكنها بتتعصب عليه وبتمشي وبتسيبه. وبارك بيروح لبيت جين وبيسال والدتها عنها، فوالدتها بتقول له انها في اوضتها ومنهاره، ولكن لما بيدخل عليها بيلاقيها قاعده بتذاكر ومش شايله هم اي حاجه، وبتقول له ان اهم حاجه عندها المذاكره لانها عاجلا ام اجلا هترجع للمدرسه تاني ولازم ترجع وهي اشطر من الاول، وبتقول له ان مش يعني علشان هي وقعت مره واتاذت هتعيش في دور الضحيه، وبتعرفه انها هتفضل تحاول لحد ما تظهر حقها، وبتقول له انها بقى لما تقوم من الوقعه دي هتبقى احسن من الاول بكتير. وهنا بقى بيفتكر بارك الماضي بتاعه لما ضرب الشاب اللي والده طرده من المدرسه بسببه، وبنعرف ان الشاب ده شتم بارك بامه المتوفيه وبيقول على والدته انها اتقتلت ووالده السبب، فالكلام ده بيضايق بارك وده اللي عصب بارك جدا عليه، وبارك مسكه بقى وضربه، والبنات هنا في الشله بتاعت بارك القديمه صوروه، وطبعا الفيديو الجميل ده وصل لوالد بارك، وساعتها بارك حاول يشرح لابوه اللي حصل وابوه كان مصدقه، ولكن بيكون قدامه خيارين، الخيار الاول انه يخسر ابنه ويطرده من المدرسه ده علشان ما يخسرش منصبه وشكله يكون وحش قدام الناس، والخيار الثاني انه يقف مع ابنه، ولكن في الحقيقه ما بيعملش كده نهائي، وبيقرر انه يطرد ابنه من المدرسه وده علشان سمعته وشكله قدام الناس. ومن اليوم ده زي ما احنا عارفين وبارك كرهه جدا، وبعد فتره بقى بنعرف ان بارك قدر يوصل لحاجه هتقدر تخلي المدير يرجع صاحبته جين للمدرسه تاني، والحاجه دي تسجيلات من المدرس اللي انتحر، وهو بيعترف ان المدير وعم بارك هم اللي بيهددوه وانه انتحر بسببهم، وبيروح بارك يوري بقى الحاجات دي للمدير وبيقول له انه هيبعت الحاجات دي للشرطه، ولكن ممكن يقف عن اللي هو هيعمله ده مقابل انه يرجع صاحبته جين للمدرسه، وبيعرفوا بارك انه قادر يبوظ سمعته وسمعه المدرسه ويخرب الدنيا كلها عليهم، ولكنه هيهدى دلوقتي وهيستنى يشوف ردهم. وبعد كده بقى بيمشي بارك من عنده وبيكون مستني علشان يشوف المدير هيعمل ايه، هيرجع جين للمدرسه ولا يروح يفضحه زي ما قال له. وبنشوف بقى بارك بيلعب في ملعب المدرسه ولكنه بيجي له اتصال من صاحبته جين وبيسالها لو رجعوها للمدرسه، ولكنها بتبقى منهاره على الموبايل وبتفضل تزعق له وبتعيط، فبيسيب اللعب وبيجري على طول عشان يروح لها المطعم بتاع والدتها، ولما بيوصل بيلاقيه كله متدغدغ، وبيعرف منهم ان رجاله عمه هم اللي عملوا كده في المحل، وبتقول له جين انها مش عايزه تشوفه تاني لانه كذب عليها وطلع ان هو ابن صاحب المدرسه، وانه طول الفتره دي كان بيكذب عليهم ومستغفلهم، وبتقول له ان بسبب كذبته دي هي كرهته وبتقول له يمشي حالا. وفي تاني يوم في المدرسه بنشوف ان المحامي وعم بارك عاملين اجتماع، وده علشان يعرفوهم ان عم بارك هيبقى هو رئيس الجديد للمدرسه، ولكن هنا بيظهر بارك وبيقول لهم ان هو رئيس الاداره اللي محدش كان يعرف عنه حاجه وراجع علشان ياخد منصبه، ولكن عمه هنا ما بيسكتش وبيقول له انه مش هياخد منصب ولا حاجه، وبيقول له انه لو عايز يبقى رئيس الاداره من تاني لازم يدخل قدامه في الانتخابات اللي هتتعمل ويشوفوا مين اللي هيكسب، وفعلا بيوافق بارك انه يدخل قصاد عمه في الانتخابات وبيقول له ما يقلقش وان هو اللي هيكسبه. وبعد كده بقى خبر ان بارك هو كان رئيس الاداره بينتشر في المدرسه كلها، وكل الطلاب بيعرفوا ان صاحبهم بارك هو كان الرئيس اللي كانوا هيموتوا يعرفوا هو مين، وكان ده كله مستخبي وسطهم وبيكونوا متضايقين لانه خبى عليهم، ولكن في نفس الوقت فرحانين لان صاحبهم في المنصب ده وبيقرروا كلهم انهم ينتخبوه علشان يرجعوه للمنصب بتاعه من تاني، ولكن في نفس الوقت بيكونوا خايفين احسن ما بارك يبوظ الدنيا، وده علشان هو لسه شاب برضه وملهوش خبره، ولكن بيقرروا يفضلوا واقفين معاه لحد الاخر. وبنعرف بقى ان جين رجعت للمدرسه من تاني وده بفضل بارك، وليه لما بتشوفها بتكون رايحه وعايزه تعتذر لها، ولكن جين بقى ما بتسكتش وبتهزقها جامد جدا، وده علشان هي شايله منها جدا وبتقول لها انها وقفت معاها كتير ولكن هي كانت ناقصه معاها جدا، وبسبب كده هي مش عايزه تتكلم معاها نهائي، ويا ريت حتى لما تشوفها تتجنبها، وبتمشي جين وبتسيبها. وفي اليوم اللي بعد ده بقى واللي بيكون اليوم اللي هيظهر فيه نتيجه الانتخابات اللي هتظهر مين اللي كسب، بارك او عمه، وبنشوف بارك وعمه رايحين للمدرسه وبنشوفهم بيطلعوا لاوضه الاجتماعات وبيكون كل المدرسين والمحامي موجود، وعم
بارك بيتكلم وبيحاول يقنع المدرسين ان طفل شبه بارك ما يقدرش انه يمسك اداره المدرسه وان هو اللي هيقدر بحاجه زي كده. والمدرسه هنا بتقرر انها تتكلم وبتقول ان النتيجه تعادل وانها تدي صوتها لبارك، وده علشان عمه راجل مرتشي وبتعرف الناس بقى بجرايمه. ولكن عم بارك هنا بيتعصب جدا وبيقول لها فين دليلها على كلامها ده وانها بتتبلى عليه وهيوديها في داهيه. ولكن هنا بارك بقى بيقوم وبيوريهم كل الادله وبيعرفهم ان هو كان سبب موت المدرس اللي انتحر، وبيسمع المدرسين التسجيلات اللي معاه اللي المدرس كان مسجلها. وبعد ما عم بارك اتفضح بتشوف ان الشرطه بيقبضوا عليه والصحافه بيقلبوا الدنيا عليه وبيكون خلاص الجرائم كلها اثبتت عليه، وبيكون بقى بارك قدر انه يرجع للمنصب بتاعه مره تانية. ولكن المره دي بعد ما كل اصحابه بيكونوا عرفوا ان هو رئيس مجلس الاداره بتاع المدرسه وعرفوا يبقى هو ابن مين وانه ابن صاحب المدرسه. وبيقرر بارك انه يفضل في المدرسه لانه حبها جدا وكسب حاجات كتيره جدا منها زي الصحاب الكويسين وحاجات هو ما كانش بيحس بيها في مدرسته القديمه ولا مع اصحابه القدام. وبنشوفه بقى وهو راجع للمدرسه واصحابه مرحبين بيه جدا وبيكونوا كلهم سعداء لانه قرر انه يكمل معاهم كطالب وكرئيس مجلس اداره. وبنشوفهم وهم كلهم بيدخلوا المدرسه. واقدر اقول لك ان دي خلاصه مسلسلنا بتاع النهارده، ولو عجبك ما تنساش صلاتك على النبي وذكر ربك، وما تنساش الاشتراك واللايك والكومنت اللذيذ، ويا ريت تقول لنا كلمه حلوه فيه لاننا بنتعب جدا وبنحتاج دعمكم. وبس كده، سلام.